فضحت المؤامرة مع هدول اللقطاء السوداء اللي طالعين، هدول الحشرات، هدول العملاء الأعداء للبلد، هدول اللي طلعوا ما رافعين علم للجمهورية العربية السورية وعم يحكوا عن وحدة وطنية. ما هيك شو هي الوحدة وهي العروبة الكرام عم تحكي؟ حاربت الفرنسي والعثماني قلت لي، ما هيك أجدادك وما لك علاقة فيهن يعني. هي العروبة والكرامة اللي عم تحكي عنها، يلي نحن هي هلا عم نتعرف عليها عن جديد. قالت لك تروح تقعد مع الأمريكي وتضحك لي وتعمل لي حالك فيها قائد وأنت شوية طيط زنبليط. فعلا العمالة لها وجه جديد، منها من المتشيخين ومنها من يزعم أنهم عروبيين. عملاء ورح تضلكم عملاء ورخاص، والدولة السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد باقي غصبا عن قرعتك يا حجري يا إجري وانتوا هاللقطاء اللي طالعين. بيطلع ابن خاله جميل الحسن وزوج أخته هادي العدو الله بيصوروا انه اللي عم ينضرب مدنيين وبيعملوا دراما. واحد حامل لي قطة قال هي لطفل استشهد، قطة القد تطلع عمرها 3 ايام، قال هي لطفل استشهد. والثاني طالع بفيزون وعم يركض لابس لي الفيزون تبعه اللي ما عنده غيره وعم يركض وشواربه مرباهن انه عم يفرجينا انه طولت شواربك يعني. الثاني راكد لي بفيزونه عم يصور انه العالم انه يا لطيف مجازر النظام القاتل، النظام المجرم. ما كل شيء عم يصير ما شافها لي غلي ولا شافها غل لولد او لشاب استشهد قبل ما يبلش حياته المهنية او قبل ما يبلش بتحقيق حلمه. انتوا الجوز ما رح نرضى الا تنباد سلالتكن الوسخة، ما رح نرضى الا تنمحي هي السلالة القذرة النجسة من الوجود. هيك خلفي نجسة حرام تحمل الجنسية السوري. اللي جاي كثير رح يوجعكن انتوا والداعمينكن. هادي اميري لا تنسى تضبها لمرتك مثل العاده وتشد فيها على تركيا تشغلها هونيك لبين ما تزبط الامور وترجع. انتوا طالعين عم تتظاهروا يا قليلين الناموس والشرف والكرامه، اتفو على ادخن شارف فيكن. طبعا يا جماعه اللي انتوا شايفينه هاد اللي شبه صبي العالمي اللي بيمسك الصاجات ورا الرقاصات وبصير يعمل هيك، عرفتوه؟ هاد اسمه خليل، المتحدث الرسمي لمؤخرة عاهر كساب الملقب ختيار اللحس. ثورتك ما خسرت فيها شهداء، اللي مات بثورتك هذول فطائس يا أميري، لا فرق بينهم وبين جيش الاحتلال إلا الاسم. بدكم 12 سنة بدكم تسقطوا النظام، وما سقط غير الشراويل واللباسات يا أميري. ما سقط شي بثورتك إلا كرامتك وشرفك ولباس مجاهدات ينالوا تمثال، لأن نحط بأفواه مشايخ الإرهاب من الصياصنة وانت رايح. عملنا له تمثال لأن لحد اليوم وبعد 12 سنة ما قدر كلب فيكن يتطاول عليه. عرفت ليش عملنا له تمثال؟ كان جرمانة من وين يا طفل الخلاط؟ تعريف طفل الخلاط هو اللي اجى من عدة نطاف لعدة اشخاص مضروبين بخلاط ومحقونين بالامرأة، وحظك كانت هي الامرأة. عرفت؟ رجاء انا كمواطن عربي سوري من الدولة السورية، انا ريبال هادي اطلب سحقين ومسحين عن وجه الارض كلها ادلب باللي فيها، وكل شيء بيلف لفيفن وكل شيء بينادي معهم شعاراتهم. سحق لعنكم الله إلى يوم الدين وإلى مزبلة التاريخ. كلكم كله واللي حتى عم يكتب ايه اللي بدك يا براميل، بدك يا بدكن سحقوا لك عرصات، بدكن محوا كلكن، بدكن محوا. كانت كريمة كثير معكن الدولة السورية وحلفاء يلي تركوكم، يلي عملوا لكن بؤرة وسخ خرا نشح مثلكن كلكن بإدلب. كان بدكن كلكن اسيد حرق. لعنكم الله. اي بلد بالعالم بتكون تحت الحرب، اي صوت اعتراضي من اي جهه كان من مين ما كان هو صوت ما بيفرق كثير عن اسرائيل وعن داعش. واي دعم لاي حراك باي بلد عليها حرب
كمان هو صوت إسرائيلي داعشي إرهابي. أنا كرمال هيك أنا بناشد الرئيس بشار الأسد، أنا بطالب بناشده بكل محبة، بناشده بكل احترام. سيادة الرئيس، هول الجامعات لا تفهم معهم لا قوانين العفو ولا لغة الغفران والتسامح، هول اللغة الوحيدة اللي بيفهموها هي البراميل المتفجرة، هي الصواريخ. اقصفهم اضربهم، ما تطلع لا الطفل ولا المرأة ولا الشيخ ولا الشاب منهم. اهدم المنازل على رؤوسهم، اهدم المدن واهدم القرى. اقلع الارهاب من جذوره، ما بينقلع الارهاب من جذوره الا اذا ما محيت الذريه تبعهم، لانهم اولاد زناديق، اولاد خنازير. هول هيدا الفكر هيدا دمر سوريا، وهذا دمر جزء كثير من الدول العربيه، وحيدمر الباقي إذا ما انقلع من جذوره. أنا مش مع البراميل المتفجرة، أنا مع البراميل المقدسة، وإذا في شيء أكثر من البراميل المقدسة ينقصف فيه هول الخنازير بيكون كتير منيح. أكبر خدمة للإنسانية بتكون، أكبر خدمة لكل الديانات بالعالم، إنه هول الخنازير ما يطلع منهم طفل، يكونوا عبرة لمن اعتبر. وأي صوت بأن أي جهة كان بيتعاطف معهم لازم يندعس معهم، وأي صوت بأيد أي حراك أو أي صوت اعتراضي بيطلع ببلد فيها حرب كمان لازم يندعس. هيدا الشيء هو حلال حلال حلال، وأي شيء تاني وأي لغة تانية هي حرام. وهذا اللي حبيت أقوله، يعطيكم العافية. أبارك للحاخام حكمة الهجرة. إيه يعني هلأ هو حصل على مرتبة حاخام، إضافة إلى أنه شيخ عقل يعني. ويعيش السيد الرئيس بشار حافظ الأسد، ولك رح يضل تاج عراسنا وحذاؤه تاج عراسنا. يا اخي هش هذا بتاع النظام. شوف جيب لك منين جيب لك يعني؟ هذا بتاع النظام، هيك شكلي منين جيب لك انا يعني؟ رجل سوري، هذا بتاع النظام، هذا بتاع النظام، هذا السوري بتاعه. شو جيب لك يعني؟